Lo que vais a ver es tremendo. Un niño marroquí, muy madridista, ha perdido a toda su familia en la tragedia. A sus padres, a sus dos hermanos y a su abuelo. Así lo ha contado en esta entrevista. فقدت 5 ديال الاشخاص منهم الوالد ديالي والوالده وخوتي وجدتي. ايش بدك تعمل في الحياه؟ مع من ستعيش؟ يعني ايش بدك؟ غادي نعيش مع عمتي وناوي ان شاء الله نحقق الحلم ديال الوالد، واني نبغى نقرا ونكون شي حاجه في المستقبل ان شاء الله. كان للوالد حلم؟ ما شو الحلم اللي كان يحلم فيه؟ كنبغى نكون شي استاذ ولا شي طبيب. انت لا احنا اتفقنا انك شجاع عبد الرحيم، صح؟ اتفقنا انك شجاع وانك تريد ان تتحدث في الرساله بقوه. وانا طبعا اعذر مشاعرك، ولكن ايش الطموح الذي تنوي ان تصل اليه؟ المشاهدين يسمعوك، ايش ناوي ان تصبح؟ باغي نكمل انا القرايه ديالي وصافي. El Real Madrid está intentando localizar a este niño. Está pendiente, muy pendiente de su situación y tiene la intención de traerle a España. La intención del Madrid es traerle a España.